السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. احنا بقى هنا رحنا القاهرة ووريكم شوية صور كده في الأول في القلعة. وبصراحة هي كانت رحلة متعبة متعبة متعبة. بصراحة يعني كنا لغاية هنا كده في القلعة، كنا كويسين. ساعة ما رحنا بقى الحسين المشوار كان طويل جدا وخدنا مشي لما رجلنا كلها اتكسحت. ده بابا وماما وجوزي وجودي طبعا انتوا عارفينها. وخدنا شوية صور كده، دي شوية صور كده في الأول بوريها لكم واحنا في القلعة. ماشي. وبصراحة المكان كان جميل وأحلى منظر لما تشوفوا كده مصر كلها من فوق بصراحة بالقلعة. وهنا رحنا حديقة الحيوان. أول حاجة بصراحة رحنا حديقة الحيوان هناك، ولفينا مفيهاش حيوانات قد كده يعني كتير، بس احنا على اللي شفناه صورناه بصراحة. وما قدرناش نمشي برضو كتير لان الجنينة كبيرة والوقت طبعا اللي كنا مسموح لنا يعني ما ينفعش ان انت تلف في كل الجنينة. الجنينة كبيرة اوي. والغزالة دي على فكرة سرقناها من عندنا من المنصورة، ملناش دعوة. اه، واخدين الحيوان. الغزالة العجوزة اللي جوه ديت، او مش عارفة. وبصراحة يعني كانت عندنا في المنصورة في حديقة الحيوان اللي كانت عندنا بقى قبل ما تتقفل. فطبعا الحديقة عندنا اتقفلت واتنقلت هنا. وعدي وجودي بقى قاعدين فرحانين وعايزين يتفرجوا. وهنا بصراحة احنا كناش عارفين هم دول ايه. انا معرفش الا الفرخة الهندي ده، الديك الهندي اللي ماشي ده. قعدنا نقول لا فرخة، لا مش فرخة، هو ده ديك هندي. كان اللي ورا معرفهمش بصراحة نوعهم ايه. بس هو كان اليوم كان بصراحة كان تراب وعفر وهوا. وبصراحة اتردمنا بمعنى أصح، تراب تراب تراب. اه، ده بيقول لكم اعملوا لايك، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس اهو. ونزلنا بقى عشان نروح نشوف أماكن تانية ونشوف عايزين يتفرجوا على بقية الحيوانات اللي في الحديقة. ومصر بصراحة زحمة جدا جدا فعلا. سادة لما قالوا زحمة يا دنيا زحمة، أي مصر زحمة جدا. احنا كنا بنبقى قاعدين وشايفين أطفال بصراحة بتمشي كده لوحدها، وفي ناس ما بتخليش بالها من أولادها. يا ريت يعني المكان زحمة، اللي يروح في حتة فيها زحمة المفروض يخلي باله من أولاده، مش يقعد يتكلم وينسى ويتوه كده عنه. لا، عنكم تبقى عليهم. وانا ما عرفتش اصور كمان في الحسين واحنا هناك، لان بصراحة انا ما عرفتش امسك تليفون ولا اصور. لا امسك تليفوني واصور، لا امسك عيالي واحافظ عليهم واخلي بالي منه. وبصراحة كان احسن حاجة عندي وفضلتها ان امسك عيالي طبعا واخلي بالي منهم، لان المكان كان زحمة في الحسين. واخاف طبعا عيالي يتوهوا مني في بلد احنا مش مكاننا كمان. يعني مش شرط يكون في بلدي او في المنصورة علشان انا احافظ على عيالي، لا، في اي مكان لازم تحافظ على عيالي. وهنا وديناهم شفنا دي غزالة بقى، صح ولا غلط؟ غزالة. التانية دي كانت حاجة تانية. ورحنا بقى اتفرجنا على الغزالة ديت والناس بتأكلها. اهو شو انا كنت عاملة وشي يا جماعة، التراب عملني وعينيا باظت وخلاص ما عدتش قادر. وانا وقفت مع جودي وعينيا بصور اهوت. اه، برامجي لقطة. وجوز خالتي اللي كان عندها ده كمان. لا بصراحة كان يوم حلو وفي نفس الوقت، بس هو جت في الآخر واتدغدغنا بصراحة. يعني المشي في الحسين مكان طويل والأتوبيس بعيد عننا. مشينا مشي مشي يعني يخليني قاعدة مكسحة ل100 سنة قدام. بس مصر جميلة وزحمة. وهنا القلعة بقى أحلى حاجة عجبتني بصراحة بصراحة. يعني المكان الوحيد اللي ارتحنا فيه وكان جميل القلعة. بصراحة مكان تحفة. واقعد اي وجود يصوروا مع الأجانب. هبقى انزل لكم صورة دلوقتي برضو تشوفوها وهما مع الأجانب. حلوة جميلة جدا. وده مسجد. وبصراحة المكان كان حلو. وهنا السور هنا كان فيه أمن واقفين. بيقولك ممنوع انك تقعدي عليه لسبب بقى ان هما بيحموك، لان السور
مقلوب لبره، يعني اللي يقعد عليه ممكن يقع. فبصراحة كان كل شوية اللي يجي يقعد يقول لهم ما تقعدوش عليه. اهو شوفوا المكان اصلا خطير انك تقعدي اصلا على الطرف كده، بس تشوفوا المنظر بقى من فوق تحفة، قاعد وشايف البلد والمكان المنظر كان تحفة من فوق بصراحة. شوفوا مصر كلها قدام منكم يا جماعة، اللي عايز يشوف مصر اهي. شفتوا الجو كان عامل ازاي؟ ده كان عواصف بقى وتراب بقى، ما اقولكوش تراب بمعنى تراب بصراحة يعني. بس بصراحة المكان تحفة. وبصوا بقى مش أجانب بس، اتقابلنا في ناس من اليمن والمغرب وسوريا وناس صينيين ويابانيين وأمريكيين وفرنسويين. بصراحة بسم الله ما شاء الله على بلدنا، بلدنا جميل. هنا شكل انا عدت الفيديو تاني ولا ايه؟ هشوف اهو. لا لا، ده كنا بنصور كده اهو. يا عدي هنا اهوت كنت باخد فيديو بقى ليا كده. ما انا ما ظهرتش في الفيديو، مش لاقي حد يصورني، قلت اصور نفسي. وهنا بقى الجزئية ديت بصراحة جوزي اللي كان صورها، لان انا ما كنتش في المكان ده معاهم، كنت رحت مكان تاني. المدافع اهيت هو صورها لي، قال لي في متحف هناك راحوا وصور الجزئية دي بقى، هو اللي صورها لي. فللأسف هو صورها واقفة مش بالعرض، صور بالطول مش بالعرض. المكان نظيف وجميل جدا. ده أول مرة على فكرة يا جماعة أروح مصر، أول مرة في حياتي أروح مصر وأزورها. أنا من المنصورة. وهنا بقى كانوا رايحين اهمت. مش عارفة بقى هما راحوا فين بصراحة، يعني أنا بصراحة مش عارفة المكان عشان كده مش عارفة أوصفهولكوا. هما كده ماشيين بتهيألي في طريق المتحف، يعني ان هما كانوا رايحين هناك. هحطلكوا صورة عدية وجودي بقى وهما متصورين مع واحدة أجنبية. بصراحة ذوق قوي، وميرسي وشكرا، ثانك يو لها على فكرة. ان هي يعني ايه، ده جوز خالتي اللي عدى ودي بنت خالتي اللي ظهروا دلوقتي. وبصراحة بشكر أي حد، يعني بصراحة المكان جميل، القلعة تحفة، اللي عايز يروح القلعة. المكان هو تحفة جدا، وانزلكوا الصور دلوقتي. وكان في شوية صور كده في المتحف هما صوروها بقى، ما صورش فيديو، هنزلها لكم برضو في الآخر. متنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني، وشجعوني وانا اعمل لكم فيديوهات على طول. لان في فيديوهات كتير انا مصوراها، بس بصراحة مش عارفة منتجها لان تليفوني لسه خربان خالص، وانا بمنتج والله وبصور على تليفون ماما لما بتكون معايا. واللي انا بصوره على تليفوني ما فيش بقى فرصة ان انا اجي عند ماما وكده من دروس المدرسة والامتحانات والحاجات اللي فاتت وعدت ديت، ان انا اجي ومنتج عندها والله. فبظروفها بقى كده ان انا جيت ومنتجت لكم الفيديو ده النهارده. المكان ده بصراحة معرفش هو راحوا فين. انا نسيت اسألهم هو المكان ده اللي دخلوه ده فين في قلب القلعة. ده جزء في المتحف بتاعي بتاع القلعة جوه. اللي يعرف المكان ده فين في قلب القلعة جوه يا جماعة يبقى يعرفني، لان احنا بصراحة لما روحنا كمان الحسين بعد من دي تهنا هناك وتهنا من بعض بصراحة، يعني كان مشوار ربنا وحده اللي علم بيه، بس الحمد لله.
مع السلامة بقى، واشوفكم على خير، متنسوش تعملوا